يخدم فيه الجميع؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني، كيفية إدارة الأمور ما بين قوتين عظمتين زي الأهلي والزمالك، وهل دائما بيبقى اتحاد الكورة هو الطرف الأضعف في المعادلة؟ سؤال جميل جدا جدا. أول حاجة منهم، هل لما حد يكون من الزمالك يمسك؟ أنا بس أستأذن حضرتك في حاجة، ليه أنا بقول السؤال ده تحديدا؟ أيوه، لأن أنا عندي ضيق شخصي بشكل شخصي، إن أنا بحس إن إحنا بنتأخر. يعني إحنا وعينا وتربينا وسمعنا وشفنا على إن كابتن صالح سليم رحمة الله عليه بيروح يقعد في الجنينة مع كابتن محمد حسن حلمي في الزمالك. طبعا كابتن محمد حسن حلمي يدير الكرة في مصر. طبعا. وشفنا كابتن ثابت البطل بيزور هو الجهاز الفني للأهلي نادي الزمالك قبل مباراة إفريقية. شفنا كابتن ابراهيم يوسف رحمه الله عليه مع كابتن ابو رجيله ربنا يديله الصحه بيزور النادي الاهلي قبل مباراه افريقيه. فبحس ان المفاهيم الراقيه دي كانت موجوده عندنا في سنين سابقه، ولما بنطلع بالزمن بدل ما نزودها ونعليها، لا ده احنا بنشيلها خالص ونحذفها من قاموسنا. البيت الواحد هتلاقي فيه زملكاويه كتير جدا، مثلا ممكن تلاقي واحد اهلاوي اتولد فهي نسبه 80-20. لا والله، خلينا نتكلم نسيبنا من الكلام 80-20 او 80 مليون والحاجات دي. اول حاجه في الموضوع، وانس ان انت واحد زملكاوي او واحد اهلاوي مسك الاتحاد، انت بتدير. ايوه. نرجع للكلام اللي احنا كنا بنقوله، انا ما بديرش بمزاجي ولا بدير، مجرد ان انت راجل مدير قوي قادر تاخد قرارات ومعاك لائحه تشتغل عليها، لا تجامل ولا اهلي ولا زمالك. واعتقد ان احنا في فترتنا كان يعني ايه الهانيمون بين صح. حتى اللي هو بيقولوا عليه زملكاوي مع النادي الاهلي، لا عمر النادي الاهلي اتخسف حقه ولا حد يقدر يخسف حق النادي الاهلي طبعا، ولا نادي الزمالك نفس الحكايه. بالعكس، احنا كان المعايير اللي ممكن تطبق العداله بتهيألي احنا اللي ابتدينا بيها ايامنا احنا. صحيح. هتقول لي طبعا الكابتن محمد حسن حلمي رحمه الله عليه الهرم العظيم الجميل، يعني راجل عالم من اعلام الاداره الرياضيه اللي حصلت. كابتن صالح سليم رحمه الله عليه من يعني القامه وقيمه، وكلنا بنقول الكابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم ده الحكايه دي حتى روكسان حلمي حكاها لي، ان اول كابتن صالح سليم ما تولى مناصب اداريه في النادي الاهلي كان الليدر بقى بتاعه هو كان الكابتن محمد حسن حلمي. والكلام ده يا جماعه مش عيب خالص. هي وبيني وبين مثلا خالد مرتجي عشره عمر وحبيبي، هي الناس متصوره ان الناس بتقعد تتخانق مع بعض، مفيش الكلام ده خالص. انا اول حد ما مسكت اتحاد الكوره حمله جامده جدا ده زملكاوي. طب يا جماعه، ما احنا بنقول الكوره في مصر 99% منها اهلي وزمالك، ما اللي هيجي من اهلي يا هيجي من زمالك. أيوة. احنا بنتكلم على ايه بقى؟ هتطبق العدل ولا مش هتطبق العدل؟ صحيح. هتطبق اللوائح ولا مش هتطبق اللوائح؟ ما تجيش تحاسبني انا اهلاوي ولا زملكاوي، حاسبني على ايه؟ هل انت طبقت لوائح ولا رحت جاملت ولا كيلت بمكيالين؟ هي دي اللي انا حتى انا يعني يوم الواحد ما هيتحاسب عند ربنا مش هتنزل معاك جمهور الاهلي ولا جمهور الزمالك. صحيح. نمرة 2 بقى، هل هو الطرف الأضعف؟ أنت اللي ممكن تخليه الطرف الأضعف لو انصعت لجماهير الناحيتين. بصيت للسوشيال ميديا، أنا كده دول هيقولوا كذا ودول هيقولوا كذا. بس لو أنت قعدت فكرت وعزلت نفسك من أي حاجة، إيه الصح اللي يتعمل في موقف زي ده؟ وطبقت اللائحة ومعاك ريفرنس، أنا طبقت دي علشان اللائحة الفلانية، ولا يهمك مخلوق.